السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة بقى جوزي طلب مني طلب، كان كده صباح أجازة وقال لي بقولك ايه، أنا عايز أكلة حرشة. طب يا عم الحاج أعمل لك ايه؟ قال لي أنا لازم آكل النهاردة مسقعة وتكون مظبوطة، ولو ما عجبتنيش هوديك على بيت أهلي. طبعا قلت لا، لازم بقى اتشملل كده واعمل حبة مسقعة حلوين يستاهلوا بقى ايه بقنا كده في اليوم الحلو المبارك ده. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير وطريقة التحضير. أول حاجة بدأت كده إن أنا أعمل صلصة المسقعة. قطعت الأول كده البتنجان حلقات وشطفته وحطيت عليه شوية ملح وسبته شوية، وبعد كده شطفته الشطفة التانية وصفيته وبدأت كده إن أنا أقليه زي ما انتوا شايفين. ودلوقتي بنعمل صلصة البتنجان. طيب الصلصة دي بتبقى عبارة عن إيه؟ بتبقى كلّها بالثوم، ما باحبش أحط فيها بصل لإنها بتبقى تقيلة جدًا، فحطيت بالضبط بتاع 5، 6، 7 فصوص توم حلوين كده، وعليهم شوية من الكزبرة، وشوية من الملح، وشوية من الفلفل الأسود، بس كده ما بنحطوش أي بهارات تانية، كزبرة وملح وفلفل أسود وبس. بدأنا كده ندوّر التومة بتاعتنا كويس أوي لغاية ما بدأت يا دوبك لسه هتاخد لون دهبي، ما تاخدهوش، هتاخد لون بسيط. جيت بعد كده رُحت حاطة عليها قرن فلفل حامي مولّع كده عشان يخلّيها spicy كده وتفتح نفسنا على الأكل. اديتها كده تدويرتين زي ما أنتم شايفين كده على نار هادية، وبعد كده على طول هابدأ إن أنا أطُشّها بشوية الخل، ربع كوباية صغيرة من الخل. ربع كوباية صغيرة من الخل، طشيتها كده الدقة كده بتاعتي، وبعد كده نزلت بعصير الطماطم بالظبط بتاع 6 طماطمات كبار، أخدتهم يعني كيلو إلا ربع، وأخدتهم كده وعصرتهم وحطيت معلقة صغيرة من السكر. بصوا السكر ده بيعادل حموضة الطماطم وبيديني طعم رهيب رهيب رهيب، أكنك حاطة كاتشب كده في المسقعة بتاعتي. بس وخلاص دوّرتها وخلّيتها على نار هادية، وبدأت كده إن أنا أحمّر البتنجان برضه على نار هادية عشان ما يتلدعش منّي، زي ما أنتم شايفين كده حبايب قلبي. دلوقتي بقى أنا باحب الطماطم عندي تبان، فحطيت طماطماية كبيرة مقطّعاها سلطة، يعني قطع صغيّرة أوي، وحطيتها مع الصلصة. بعد كده بعد ما خلّصت قلي البتنجان بدأت كده إن أنا قطّعت فلفل رومي، وبدأت إن أنا شايفين مش مديّة البتنجان لون جامد، يا دوبك أنا مخلّياه اللون الدهبي الخفيف الحلو ده. وأول ما باحط الفلفل ما باخلّوش يقعد كتير، لأ ده أنا حطيته وشِلته على طول، يعني ما خدش وقت معايا خالص، بمسافة ما حطيته أخدت المصفى واحدة واحدة كده، وبدأت إن أنا أشيله وأحطه على مناديل مطبخ. ويلا بينا بقى نقلي شوية بطاطس. خدت كده بطاطساية واحدة بس وقطعتها، عايزة بقى تقطعيها مكعبات قطعيها، عايزة تقطعيها صوابع قطعيها زي ما تحبي وزي ما بتفضلي اعملي. ودلوقتي بقى قلت كده اعمل عشان طبعا عندي سمك بقى وكده، قلت اعمل طاجن رز حلو كده عشان خاطر نحطه عليه المسقعة وناكله بيه السمك بالصلصة، فبالتالي لازم طاجن رز معمر. طيب أنا كنت قايلة لكم ووعدتكم إن أنا هاعمل معاكم رز معمّر عشان خاطر كنتم عايزين تعرفوا إيه الطريقة. بُصّوا حبايبي، أنا المقدار عندي اللي أنتم شايفينه دوّة، ده مقدار كوبايتين من الرز. أخدت كده الكوبايتين يا دوبك ملوا معايا نُص البريمة، وأخدت اللبن عندي اللبن سخن عندي، وقعدت كده أضرب فيه عشان خاطر يعمل لي الرغوة اللي فوق دي، عشان الرغوة دي اللي بتعمل لي الوش. عايزة بقى ما عندكيش الهاند بلندر دي اللي هي اليدوي، عندِك مثلًا الخلاط، عندِك مضرب كهربائي، أي حاجة المهم دوريه كام تدويرة كده يديكِ الفوليوم العالي ده. بدأت بقى إن أنا أحط معلقة مليانة من الملح، ودي السمنة، بس السمنة طبعًا كان فيها حتة مرتة كده عشان كانت في الأواخر. فحطيت معلقتين كده من السمنة ومعلقة من الزيت. يبقى أنا عملت إيه، أخدت كده كوبايتين الرز غسلتهم وصفيتهم وحطيتهم كده ملوا لي نص البريمة، وكمان كان أقل كمان من نص البريمة عشان إحنا اتنين بس مبحبهمش يقعد معايا. حطيت معلقتين من السمنة يعني متوسطين، ونص معلقة من الزيت عشان يديله فرفرة وإيه وتبقى حلوة. بعد كده رحت نازلة غطيت الرز كله باللبن السخن بتاعي، وبعد ما غطيته باللبن السخن
رحت مزوده له شويه ميه لغايه ما وصل لغايه بالظبط، يعني فاضل عقله بس من البرامه وتتملى. ودلوقتي الصلصة عندي خلاص، حطيته طبعا في الفرن على أعلى درجة حرارة، والفرن متولع الشواية والفرن من تحت لغاية ما استوى عندي وبقى زي الفل، وهطلعه لكم واوريه لكم. دلوقتي بقى حبايبي بدأنا كده نرص البتنجان بتاعي. حطيت الأول طبقة صلصة، بعد كده رصيت البتنجان واحدة واحدة، بعد كده رصيت البطاطس، بعد كده رصيت من فوق خالص الفلفل الرومي بتاعي. بعد كده نزلت بكمية الصلصة الباقية معايا. مش قادرة أقول لكم الريحة كانت عاملة ازاي، رهيبة يا جماعة، رهيبة رهيبة رهيبة. دلوقتي هتدخل الفرن عشان خاطر تاخد بس اللدعة الأخرانية وتديني وش حلو كده وخلاص. ودلوقتي الرز المعمر طالع من عندي اهو، شايفين الوش طري وجميل ازاي. وبصوا بقى الرزاية من جوه بسم الله ما شاء الله مستوية وجميلة ازاي، اللهم بارك. تحفة 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 بجد، كانت أكلة حرشة وكانت تستاهل بقكم. جربوها ومش هتندموا. شايفين الرزاية ماسكة بعضها ازاي، وبسم الله ما شاء الله. يلا بينا بقى، شايفين بقى الطاجن بتاعي وجماله، طاجن المسقعة. بصوا بيقولوا يعني يلا انا عايزاه، عايزكم تاكلوني. بيفتح نفس اي حد على الغدا. وادي اللي عندي السمك بتاعي عملته برضو، حطيت له شويه تخديعه كده. وفي الاخر بقى عملنا كوبايتين مانجا حلوين كده جوسي كده، وايه يفتحوا النفس بقى بقطع المانجا كده. وكان احلى يوم مبارك، ربنا يجعل ايامكم كلها مباركه. ما تنسونيش في لايك وشير سبسكرايب، بحبوكي قوي قوي قوي. واستنوني في الفيديو الجاي وان شاء الله معاكم موني بكل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.